السلام عليكم. دلوقتي احنا من اول ما نصحى من النوم لغايه لما نرجع ننام، خلال اليوم ده بنقعد نتعامل مع اشخاص في كل حته، سواء في بيوتنا، سواء في الشغل، سواء في مواصلات، في اي مكان بنتعامل مع اشخاص. في ناس بتيجي اخر اليوم عايزه تقيم نفسها او تحاسب نفسها هي غلطت في حق حد ولا لا. ناس بتحب عايزه تنام ضميرها مرتاح يعني. ففي مقياسين عشان الواحد يعرف يحاسب نفسه هو كويس مع الناس او غلط في حق الناس ولا لا. هو المفروض يبقى مقياس واحد، بس انا هنقول مقياسين. المقياس الاولاني وهو ده المفروض ان يبقى الاساسي، الحلال والحرام. انا دلوقتي تعاملي مع الناس ده هحسبه بالحلال والحرام. هو حلال اللي انا عملته معاهم؟ اذيت حد؟ ما اذيتش حد؟ تعاملت معاه كويس؟ الحلال والحرام هو اللي بيحكمنا المفروض في الحاجات دي. طيب، في مقياس تاني للناس اللي ما بتعرفش تفرق بين الحلال والحرام، او شايفه ان اللي هي عملته ده ممكن يبقى صح مع انه ممكن يبقى غلط او العكس. المقياس التاني ان انا احط نفسي مكان الشخص اللي قدامي. يا ترى هو لو اتعامل معايا بنفس الطريقه اللي انا اتعاملت معاه بيها هكون انا متضايق ولا لا؟ لو حطينا المقياسين دول قدامنا، الحلال والحرام، ومقياس ان انا احط نفسي مكان الشخص اللي قدامي، نعرف نقيم نفسنا اخر اليوم. احنا اذينا اشخاص ولا لا؟ تعاملنا معاهم كويس ولا لا؟